وسط مشاركة رسمية وشعبية، احتفلت ولاية سنار بوداع مدير شرطة الولاية السابق اللواء حقوق معاش هشام بشير المبارك، واستقبال اللواء حقوق طارق الريح مديرا لشرطة الولاية. وأكد المشاركون في الاحتفال على الأدوار المتعاظمة للشرطة في استتباب الأمن والبصمة الواضحة للمدير السابق في الحفاظ على السلم المجتمعي بالولاية. والله يعني ما بنقدر نعبر وبنهمس في عن آذان الغادم إلينا أخونا اللواء طارق، وبنقول له والله رجاك مسؤولية كبيرة ومسؤولية جسيمة، لكن إن شاء الله حنكون معك. مدير شرطة الولاية السابق ثمن وقفة وتعاون مجتمع الولاية في الحفاظ على السلم والسلام بالولاية في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. اليوم لا أستطيع أن أتحدث وتخرج الكلمات من فوهي رتيبة عرجاء أمام هذا الجمع، هذا المهرجان الكبير، هذه الوجوه التي جاءت لتودعني. أي شرف وأي عز هذا. من جهته أكد مدير شرطة الولاية الجديد العمل على خدمة مجتمع الولاية ونشر الأمن والأمان في ربوع الولاية. نحن إذ نكرم هذا القامة نعلم أننا في الشرطة نفتقد هذا الرجل، نفتقده لخبرته ولامتصاصه لكثير من المواقف. العمل الشرطي والعمل الأمني بصورة عامة يضغط على الأعصاب، يحتاج إلى رجال مواقف. سمان أحمد عمر لقناة عيون سنار، سنجا.